السلام عليكم، اهلا بكم في قناة تحليلاتكم. يا جماعة في استفتاء عملوه طبعا لافضل 10 لعيبة يستحقوا المنافسة على الكرة الذهبية 2025. محمد صلاح جه في المرتبة الثانية وقابله في المركز الاول بدري، وايضا المرتبة او ال10 اسماء لاعبين ضموا لاعب مصري ثاني اللي هو عمر مرموش، وده فخر للكرة المصرية. محمد صلاح انه يكون افضل 10 لعيبة في العالم بينافسوا على الكرة الذهبية، يكون من ضمنهم محمد صلاح في المركز الثاني وعمر مرموش جه في المرتبة الثامنة. وعندك القائمة بقى بتضم كيليان امبابي، وبتضم طبعا عثمان ديمبلي وفيدريجو وفالفيردي، وايضا بتضم هاري كين، وبتضم اليمين يامال، وبتضم يعني اكثر من لاعب. عثمان ديمبلي قلناه، وبتضم طبعا كيليان امبابي. انا مش حافظ الاسماء كلهم لان 10 اسماء فبالتاكيد مش هحفظهم بالترتيب، ولكن يعني دي حاجه مشرفه للكره المصريه بصراحه. انا اول ما شفت محمد صلاح منور كده في المركز الثاني انا كنت اتمنى ان هو يجي في المرتبه الاولى، ولكن بدري اخذها منه. ولكن ان شاء الله في الاستفتاء الحقيقي بتاع الفيفا باذن الله محمد صلاح يكون له نصيب وحظ طبعا من الكره الذهبيه 2025. هو كان ياخدها مستريح، محمد صلاح كان ياخدها مستريح لو فضل ينافس طبعا في بطولة دوري الأبطال أو حتى وصل للنهائي، يعني بغض النظر هو حصل على اللقب ولا لا، ولكن لو وصل للنهائي المرحلة الأخيرة كان محمد صلاح رسميا كده بالون دور، يعني هياخد الكرة الذهبية في موسم 2025. ولكن طلع وخد دلوقتي هداف الدوري الإنجليزي مع ليفربول، وحصد لقب الدوري بدري قبل ما تنتهي المنافسة ب5 جولات. عامة دي حاجة مشرفة لمحمد صلاح وحاجة مشرفة طبعا لمصر، وجود عمر مرموش برفقة محمد صلاح. الأول كنا نتكلم عن فخر العرب، محمد صلاح دلوقتي في فخر العرب محمد صلاح وأيضا عمر مرموش. إن شاء الله بإذن الله التوفيق لعمر مرموش ومحمد صلاح. كان معكم قناة تحليلاتكم، ما تنسوش الدعم المجاني، الاشتراك في القناة، الإعجاب بالفيديو علشان يوصلكم كل جديد، تفعيل الجرس على إشعارات الكل. السلام عليكم.